استمعت قبل قليل إلى مقطع الدكتور هيثم طلعت لمعرفة مصير المناظرة المؤجلة بينه وبين قصي، لكن من وجهة نظري أرى أن قصي لن يقبل شرط السفر لماليزيا، لأنه سيرى بأنه لا يمكن السفر إلى دولة مسلمة مخافة على حياته. لذلك إذا أراد هيثم طلعت أن يجري المناظرة على الواقع كان عليه أن يختار دولة أوروبية، وإلا فاختيار الدكتور هيثم لهذا الشرط هو شرط من الشروط التعجيزية التي يضعها الطرفان. هذه المناظرة لا تحتاج كل هذه التعقيدات، بإمكان أن تجري على موقع محايد وتنتهي هذه القصة، لكن اشتراط مثل هذه الاشتراطات التعجيزية هو دليل خوف من الطرفين. إشراط هيثم طلعت هذا الشرط هو إعلاء منه لقصي وإكبار به ثم خوف منه، ثم الكارثة أن بعد هذه الشروط كلها يتم إجراء مناظرة واحدة وخلاص. موضوع النبوة يحتاج إلى مناظرات متعددة، أما مناظرة واحدة لا تكفي لمعالجة الموضوع. على أي حال، رأيي الشخصي أن كلا الشخصين يتهربان من المناظرة، لكن الدكتور هيثم طلعت يتهرب بشكل فج، لأن المناظرة لا تحتاج كل هذه القصص المحبوكة، ولا يوجد مبرر لعدم تحقيق هذه المناظرة سوى الخوف والهروب من الطرفين.